بحضور الجيل الثاني ديال حزب الاستقلال وابناء الوطنيين وابناء قدماء المقاومين، لان قبل رمضان جينا زرنا السي الجديد طال الله عمره برفقه بعض الاخوان من اعضاء المقاومه وجيش التحرير وكذا الوطنيين والقدماء الاستقلاليين، وشفنا جبنا واحد الفرحه كانت عندهم فرحه كبيره اللي تلاقاو بينهم وتسالموا على بعضياتهم وشافوا بعضياتهم. وفي ذاك النهار قلنا هذه الفرحه هذه ان شاء الله نعاودوا لها في العشر الاواخر ديال رمضان ان شاء الله، ونديروا شي افطار جماعي عند السي عبد الله اللي كيتعتبر اب ديالنا جميعا، اللي كيتعتبر الاب الروحي ديال جميع الاستقلاليات والاستقلاليين. واليوم جينا عند هاد الاخوان والاخوات والقدماء الاستقلاليين والوطنيين وكذا القدماء الوطنيين باش كذلك نديروا صله رحم مع واحد الجيل اللي كان كيبغي الوطن، اللي كان كيضحي من اجل الوطن. والمغاربه اليوم والمغربيات في حاجه الى واحد دروس من هذا النوع من هاد الاخوان في حب المغرب وحب البلاد ديالنا. ولهذا هذا اللقاء هذا حتى شي واحد يديروا الا حزب الاستقلال، حتى شي واحد في مدينه ديال وجده ولا في جميع انحاء البلاد يمكن له ينظم فطور يجمعوا ما بين ثلاثه ديال الاجيال ديال حزب الاستقلال، ثلاثه ديال الاجيال تنتمي الى حزب واحد. وهذا هو الميزه ديالنا الحمد لله. هذا الشيء اللي درناه ان شاء الله نتمناو كما قال الحاج كنت الله يعطيه الصحه والعافيه، اللهم اجعله في الصحيفه ديالنا كاملين، لانه صله الرحم ما فيها حتى شي حاجه الا صله الرحم والاجر مع سيدي الرحمن. وان شاء الله هذا اللقاء هذا غادي يتكرر عده مرات، لانه خص الصله ديالنا مع الاخوات والاخوان القدماء الاستقلاليين، وخص نبقاو نجتمعوا فيما بيننا. ماشي حنا الحزب الذي تجمعنا فيه فقط الانتخابات ولا المواعيد الانتخابيه، حنا حزب اللي خصنا نجتمعوا دائما وابدا، حنا حزب اللي خصنا نكونوا اللي يربطنا نحن كاشخاص داخل هذا الحزب هي امور تتعدى الحزبيه وتتعدى الانتخابات بقدر ما تكون اخوه كما كيقولوا في حزب الاخ والاخت. هي من ناحيه ديال الكلمه هي معبره انه كلنا اخوان واخوات ونحن ننتمي الى عائله واحده. مره اخرى كنشكروا وكنطلبوا السماح من العائله ديال السي عبد الله اللي جيناهم هذه الليله شويه ديرانجيناهم، ولكن نتمنوا ان شاء الله الدخله عليهم الصحه والعافيه. ونشكروا باسمي وباسم كل الاخوان ديال المنظمات الموازيه ديال حزب الاستقلال، كنشكروا العائله ديال السي عبد الله، وكنشكروا كل الاخوان والاخوات اللي جاوا واللي شاركوا معنا رغم اللي عنده مريض واللي عيان واللي يفضل انه يفطر في رمضان في دارو ولكن جاوا هنايا. هي مناسبه كذلك احنا عايشين، احنا نصوموا هذا الشهر نترحموا على اللي مات ونترحموا عليهم، على كل المقاومين وكل الوطنيين اللي توفوا واللي التحقوا من سيدي ربي. الرفيقه تعالى نتمنوا لهم ان شاء الله في هذه الليله وهاد الاصدقاء ديالهم اللي حاضرين معنا يدعوا معنا، الله يرحمهم، الله يوسع عليهم، الله يجعل كل ما تلوناه ويتلوه الاخوه الفقهاء في الصحيفه ديالهم ان شاء الله، والله يجعل سيدي ربي يبلغ لهم هذه الايات القرانيه وهم في جنه النعيم ان شاء الله. وكذلك ما يمكنش نكونوا جالسين عند السي عبد الله وما نعطيولوش يقولنا شي كلمه، ولا بد انه بغينا باش هذا النهار هذا يكون نهار ديال الالتفاف وديال اننا كلنا نجتمعوا في هذا البيت قدماء الاستقلاليين خصوصا. وصينا في عده اجتماعات اللي كنا درناها باش نيكوا هذا الفطور هذا باش يحضروا خصوصا القدام، راه اللي ما جاش الا لطرف طارئ ولا مريض ولا عيان ولا ما قدرش يجي، هذا هما اللي ما جاوش. اما الاخوان كلهم حبدوا الفكره وكانوا باغيين باش يحضروا معنا، الا اللي ما جاش نتمنوا لسيدي ربي ان شاء الله نطلبوا له الشفاء ان شاء الله بحول الله والصحه والعافيه. وشكرا مره اخرى للجميع. مغربنا وطن